السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة ان شاء الله نحضر مع بعض الغريبة، اسهل واسرع حاجة في نواعم العيد. حبيت ابدأ بيها الفيديوهات بتاعة نواعم العيد علشان طبعا هي سهلة وبسيطة جدا جدا، بس بالرغم من سهولتها وبساطتها الا ان هي بتكون محتاجة كده لتكنيك معين وطريقة معينة وتفاصيل دقيقة جدا علشان تطلع معاكي دايبة وناعمة وجميلة جدا جدا، واحلى كمان من اللي بنشتريها من بره. نحضرها مع بعض ان شاء الله بكل سهولة وبكل بساطة، وكمان هنقول مقاديرنا بالكوبايه وبالجرام، وكمان اي مشكله ممكن تخطر على بالك هقولك ازاي تواجهيها وازاي تحليها على طول، وهتطلع معاكي احلى واجمل غريبه ناعمه ودايبه بدون ما تبصم او تشقق او يحصل فيها اي مشكله، وهنسويها كمان بطريقه مظبوطه جدا جدا. تعالوا بينا على طول نبدا الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تحط لايك. يلا بينا نبدا. اول حاجه هقول لكم هنا المقادير بالكوبايه، اما في صندوق الوصفه هسيب لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام. في طبق عميق هنضيف كوبايه ونص من السمنه. علشان تعملي الغريبه خليها قاعده عندك كده، السمنه بتكون نص مقدار الدقيق والسكر بيكون نص مقدار السمنه، يعني لو هتستخدمي كوبايتين من الدقيق يبقى هنحط عليهم كوبايه من السمنه ونص كوبايه من السكر. الكوبايه طبعا اللي بنستخدمها في مقدار الدقيق هي الكوبايه اللي بنستخدمها في مقدار السمنه، وهي الكوبايه كمان اللي بنستخدمها في مقدار السكر. طبعا للناس اللي مش عندها ميزان وبتظبط كل حاجه عندها بالكوبايه، فخليها عندك قاعده كده، 3 كوبايات من الدقيق عليهم كوبايه ونص من السمنه وعليهم كوبايه الا ربع من السكر البودر. السمنه اللي بنستخدمها لازم تكون خارجه من التلاجة، يعني ما ينفعش نستخدمها كده وهي لسه سايحه، لازم السمنه بتاع الغريبه نستخدمها وهي بارده خالص كده وهي خارجه من التلاجة وتكون متماسكه معانا. السمنه اللي هنستخدمها طبعا في نواعم العيد لازم تكون سمنه كويسه او جودتها كويسه علشان هي اللي هتدينا الطعم الحلو في النهايه. السمنه اللي انا استخدمتها عباره عن سمنه بلدي وسمنه نباتي، تقدري تستخدمي سمنه بلدي كلها وتقدري تستخدمي سمنه نباتي كلها، بس بشرط يكون جودتها كويسه وطعمها حلو. ضفت على السمنه كده بعد ما كسرتها كده بالمعلقه شويه علشان لما اجي اخفقها بالمضرب تكون سهله معايا. ضفت كوبايه الا ربع من السكر البودر. السكر البودر لو هتطحنيه في البيت يبقى لازم تطحنيه كويس جدا، وقبل ما نضيفه على السمنه بنكون طبعا لازم ننخله علشان بيكون فيه اي تكتلات او اي حبيبات سكر ما اتطحنتش كويس. ولو انت هتشتريه من بره برضو ممكن نعديه كده على مصفى علشان برضو تضمني ان مفيش فيه اي تكتلات خالص. طبعا السكر لما بنطحنه وبنسيبه شويه فبيعمل تكتلات معانا، ففي المرحله دي لازم بنعديه على مصفى علشان التكتلات دي كلها ما تكونش موجوده في السمنه وتبوظ الغريبه بتاعتنا. بالمضرب الكهربائي وعلى سرعة بطيئة في البداية ببتدي أخفق السمنة مع السكر، وبعد كده بزود السرعة وبستمر في الضرب. بستمر طبعا في ضرب السكر مع السمنة لحد ما نوصل لقوام كريمي يشبه الكريم شانتيه أو زي الكريمة بالظبط كده، ومن وقت للتاني بنزل الجوانب علشان كل السمنة والسكر يتضربوا كويس مع بعض. بنعرف ازاي ان القوام اللي احنا عايزينه هو ده المطلوب لما بنلاقي قوام الكريمه او قوام السمنه مع السكر لونه فتحي تماما بالشكل ده، كمان القوام كده بقى هش معانا وعامل زي الكريمه بالظبط او زي القطنه. تمام، هو ده المطلوب. اما بيوصل بقى للقوام ده على طول بنبطل ضرب ومش بنبالغ في ضرب الكريمه علشان طبعا ما يديناش نتيجه عكسيه بعد كده. طبعا تقدري في المرحله دي تستخدمي المضرب الكهربائي، وكمان تقدري تستخدمي العجان لو متوفر، ولو مش متوفر بقى مضرب او عجان يبقى تقدري تستخدمي ايدك عادي، اخفقي السمنه مع السكر عادي زي امهاتنا زمان، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. خلاص كده بقى هبطل خفق بالمضرب الكهربائي، انا كده خلاص وصلت للمرحله او القوام اللي احنا عايزينه. وصلنا كده للشكل ده، شايفين كده لون السمنه مع السكر افتحي تماما معانا، وطبعا بنلاقي حجم الكريمه تضاعف معانا شويه. المرحله دي بقى هبتدي ازود الدقيق. حضرت 3 كوبايات من الدقيق وعليهم ذره ملح صغيره خالص علشان تظبط الطعم. وطبعا الدقيق قبل ما بضيفه على السمنه والسكر ببتدي اديله نخله كده، كل ما نخلنا الدقيق طبعا بيدينا كده هواء، بندخل هواء في الدقيق وبيدي هشاشه كده للمعجنات، مش بتكون مكتومه خالص معانا. طبعا الدقيق اللي هنستخدمه لازم يكون دقيق خاص بالكحك والبسكوت او نواعم العيد، او دقيق طبعا متعدد الاغراض علشان ما يطردش السمنه معانا. دقيق الكحك والبسكوت بيشرب السمنه وبيمتصها، اما دقيق المعجنات طبعا بيطرد السمنه مش هيستقبلها خالص، فنخلي بالنا من النقطه دي. طبعا نواعم العيد زي ما احنا عارفين بتكون مكلفه جدا وبنضيف ليها خامات كده بتكون تكلفتها عاليه، فعلشان الوصفه ما تبوظش مننا ونبوظ المقادير بتاعتنا كلها لازم نخلي بالنا من كل مكون بنضيفه. الدقيق اللي ممكن تستخدميه لازم يكون دقيق استخراج 72% خاص بالكحك والبسكوت، زي دقيق الضحى، زي دقيق الدوبيلا، زي دقيق سنبلة الفرات، دقيق 5 نجوم. كل الانواع دي حلوه قوي متوفره في الاسواق، ممكن يكون سعرها اغلى شويه من الدقيق العادي، ولكن طبعا هتديك النتيجه المرضيه. لو انت هتشتري الدقيق سايب من عند العطار فبتقولي له عايزه دقيق خاص بالكحك والبسكوت او دقيق متعدد الاغراض. بعد ما نخلت الدقيق وزودته على السمنه كده بدات شويه بالمضرب الكهربائي اخفقه لحد ما دمجت كده السمنه مع الدقيق، وبعد كده كملت بايدي. بدات بعد كده بقى ادمج الدقيق مع السمنه كويس جدا بايدي وبس العجينه دي كويس جدا. نجاح الغريبه بيعتمد على الخطوه دي جدا، علشان الغريبه تطلع معاكي ناعمه يبقى لازم تخدميها او تبسيها كويس قوي. طبعا بتقلبيها كويس جدا وبتديلها حقها كده في البس، وما تخافيش طبعا وانت بتقلبيها لان طبعا هي ما فيش فيها اي سوائل خالص. الغريبه طبعا مش بنضيف ليها اي سوائل خالص تخليكي تخافي وقت العجن بتاعها او وقت البس بتاعها ان هي طبعا ممكن تكون عرق معاكي او كده.
فما تخافيش من النقطه دي. علشان بقى اعرف ان الغريبه بتاعتي اتظبطت معايا ولا لا، ببتدي اخد طبعا جزء من العجين كده واكورها بين ايديا، ببدا ان انا ادمجها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتبداوا تحسوا كده ان العجينه طلعت معانا شويه كاننا ضفنا لها سوائل، ولما بتضغطي عليها كده بصباعك مش بتعمل اي تشققات خالص. يبقى كده هو ده القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. اما لو شققت معاكي بقى يبقى هي لسه محتاجه برده شويه من البس، ابداي قلبيها شويه بايدك برده كده واستمري في البس. تمام. قبل ما نشتغل في الغريبه بتاعتنا لازم ندخلها التلاجة، اقل حاجه ممكن تقعد ساعتين او 3 ساعات في التلاجة. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، لازم نريح الغريبه او نريح العجينه قبل ما نبدا نسويها، علشان تضمني ان الغريبه ما تبصمش معاكي او تشقق معاكي او تفرش معاكي جوه الفرن. يبقى لازم خطوه دخول التلاجة دي مهمه جدا. وقبل ما نشتغل في الغريبه بقى لازم نختبر طبعا الغريبه بقطعتين كده نسويهم الاول، علشان لو لا قدر الله الغريبه طلع فيها اي مشكله ان هي شققت او فرشت معانا نقدر ان احنا نعالجها واحنا لسه في البدايه قبل ما نبوظ كل المقدار. طيب لو الغريبه شققت معانا جوه الفرن يبقى كده مقدار الدقيق اللي احنا زودناه كتير قوي. في الحاله دي بنزود معلقه من السمنه وبنبدا ندمج العجينه تاني بايدينا لحد ما تتظبط معانا، وبعد كده برضو بنختبرها. لو استمرت المشكله دي معاكي بتاعه تشقق الغريبه يبقى النار بتاعه التسويه عاليه علينا، فبنهدي النار خالص. تمام. طب لو الغريبه فرشت معانا في الفرن يبقى السمنه بتاعتها كتير جدا، بنزود معلقه دقيق او معلقتين لحد ما تتظبط معانا برضه. طيب الغريبه معانا نشفت وقت التسويه، يبقى السكر بتاعها او مقدار السكر اللي احنا ضفناه كان كتير، يبقى لازم نخلي بالنا بس من المكونات واحنا لسه بنعملها من البدايه خالص. سبت الغريبه بقى في التلاجة كده حوالي 4 ساعات، وبعد كده خرجتها واشتغلت فيها على طول. على فكره كل ما الغريبه قعدت في التلاجة بتدي نتيجه افضل. عايزه اقول لك اكبر المصانع كمان بيبيتوا الغريبه جوه التلاجة وبيستخدموها تاني يوم، مش بيعملوها في نفس اليوم. لما بخرج الغريبه من التلاجة بتكون كده مسكت معانا جامد كده وتماسكت، مش هتقدري تخرجيها معاكي بكل سهوله. ببتدي كده بالمعلقه ابدا ان انا افرفتها كده، وببدا اخد جزء بجزء من العجينه وادمجها بايدي بالشكل ده. يعني كل ما تيجي كده تشكلي جزء من الغريبه بتبداي طبعا تدمجيها بايدك كده وتطريها لحد ما تبقى معاكي طريه كده ومناسبه وقوامها مظبوط. طيب علشان نعمل غريبه برضو تطلع معانا مقاسها حلو قوي، بنعمل غريبه معاكي من 10 ل 12 او 13 جرام. تمام. طيب لو مش موجود ميزان جرامات يعني بالنظر كده بتكون قد، يعني اصغر من حبايه عين الجمل بشويه، المقاس ده بيكون مناسب ومظبوط جدا. عايزه اقول لك كمان لما تيجي تشكليها حاولي تخلي كل الغريبه تكون مقاس واحد، علشان وقت التسويه كلها تستوي تسويه واحده. لان لو واحده صغيره وواحده كبيره، واحده هتستوي والتانيه لا، مش هتعرف تظبط التسويه بتاعتها. طبعا مهم جدا برضو ان نخلي بالنا من نقطه زي دي. انا خليت وزن الغريبه بتاعتي كلها او الكرات كلها معايا من 12 ل 13 جرام، كان مظبوط جدا المقاس ده. وحجم الغريبه كان حلو قوي. ببدأ بقى اخد كده قطعة العجينة وببتدي اكورها كده بين ايديا، ونخلي بالنا طبعا ان الكرة تكون معانا كده مظبوطة، تكون ما فيش فيها اي تعرجات او اي اعوجاج خالص، لان طبعا الغريبة مش هيحصل لها اي حاجة في الفرن غير ان هي تاخد الشكل اللي انت حطيتيها، زي ما تحطيها زي ما هتطلع معاكي. فحاولي تظبطي كده الكرة وبتكون كده متساوية مفيش فيها اي مشكلة خالص، علشان طبعا هو الشكل ده النهائي اللي احنا نشوفه بعد تسوية الغريبة. بعد كده بقى بنزين الغريبة باي حاجة متوفرة عندك او اي حاجة تحبيها. ممكن تستخدمي لولي الغريبة، ممكن تستخدمي بقى فستق، لوز، بندق، عين الجمل، ممكن تستخدمي كمان فول سوداني لو مش متوفر بقى الكلام ده كله. انا هنا استخدمت انصاف من اللوز كده، جبت اللوزة وكسرتها نصين وبدأت احط كده جزء في نص الغريبة. تمام. بتكون معانا بالشكل ده. بنضغطها شويه بس عشان تكون متماسكه معانا وما تقعش وقت التسويه او ما تخرجش من الغريبه بعد تسويه الغريبه. في كل مره باجي اعمل الغريبه بدمجها برضو بين ايدي كويس جدا، بنسويها وبنديلها كده تقويره بتكون بالشكل المظبوط وبشكل متساوي علشان تضمني ان تطلع معاكي كويس. كمان الغريبه مش بضغط عليها خالص لما باجي احطها في الصينيه، يا دوبك بس كده بحط قطعه اللوز وبحطها كده في الصينيه وهي بتعمل لنفسها قاعده وقت التسويه، فانا مش بضغط عليها خالص علشان تاخد شكل البومبي اللي احنا شايفينه ده، او الشكل اللي هو المتعارف عليه بتاع الغريبه. فاحنا مش بنضغطها خالص، بمجرد بس كده ما بتكوريها بين ايديكي بتبداي تحطيها في الصينيه على طول. الصاج اللي انا بستخدمه مفيش فيه اي ماده دهنيه خالص، لان كميه السمنه اللي موجوده في الغريبه كفيله جدا ان هي تخلي الغريبه معانا ما تلزقش في الصاج. تمام. ببتدي اشكل بقى كل كميه الغريبه بالشكل ده. كمان عندنا نقطه مهمه جدا، لو انت بتشكلي الغريبه وقت التشكيل حسيتي ان العجينه معاكي لزقت او ثابت معاكي شويه كده او بدات تسيح، دخليها التلاجة شويه كمان، نص ساعة مثلا لحد ما تتماسك، وبعد كده ارجعي شكليها مرة تانية. لو انت حبيتي تجهزي او تشكلي الغريبة كلها مرة واحدة، فالصاج اللي هتخلصيه بتدخليه في الفرن على طول، ولو عملتي الكمية كلها بتحتفظي بيها في التلاجة لوقت التسوية علشان ما تسيحش معاكي وتديكي نتيجة مش مرضية. طبعا انا هنا الصاج اللي كنت بخلصه على طول كنت ببدأ بتسويته على طول. تعالوا بقى اقول لكم على التسوية المظبوطة بتاعت الغريبة. طبعا الغريبة مش بتدخل على نار عالية، الغريبة بتدخل على فرن ساخن نار هادية جدا، بتقعد معانا في الفرن من 20 دقيقة ل 25 دقيقة، ممكن تقعد معاكي كمان نص ساعة على حسب طبعا حرارة الفرن بتاعك.
لو عليت النار الغريبة هتشقق معاكي بعد 5 دقايق من التسوية. فنخلي بالنا برضو ان النار بتكون معاكي هادية، تستوي على نار هادية خالص علشان ما تشققش معاكي وتاخد لون من تحت على طول وهي لسه مستوتش من جوه. طبعا طول فترة تسوية الغريبة كل 5 دقايق وكل 10 دقايق بدير الصاج كده او بلف الصاج علشان ياخد تسوية مظبوطة والحرارة توزع كويس على الغريبة كلها. بعد ما بخلص كل الغريبة خلصت كده الصاج التاني وبدأت اسويه بنفس الطريقة اللي سوينا بيها الصاج الاولاني. لما بنخرج الغريبة من الفرن ده بيكون شكلها. طبعا مش بنفتح الشواية ولا بنديها لون من فوق ولا اي حاجة خالص، هو ده الشكل المظبوط بتاعها، ومش بتاخد لون ولا بنفتح شواية ولا اي حاجة خالص، لازم تطلع معانا باللون الابيض اللي احنا شايفينه ده. كمان مش لازم نمسك الغريبة خالص وهي لسه سخنة، لان طبيعي جدا لو مسكتيها هتبطن معاكي حتى لو انت ظابطة مقاديرها وظابطة تسويتها وظابطة كل حاجة فيها. سيبها لحد ما تهدى تماما، ممكن نحطها في مكان هوا كده لحد ما تبرد خالص، ممكن كمان تبيتيها كده في الصاج لتاني يوم وبعد كده تحركيها من مكانها عادي جدا. وبكده الغريبه كانت جاهزه معانا. ما شاء الله اللهم بارك، مفيش فيها غلطه، تقدري تعمليها بكل سهوله وبكل بساطه، ولو لسه اول مره هتجربيها هتطلع معاكي مظبوطه. شايفين الجمال؟ ولا تشققات ولا تبصيم ولا اي حاجه خالص. القاعده كمان اللي تحت مفيش فيها لون خالص، يعني الغريبه مش اخده لون من تحت، وده طبعا الطبيعي ان الغريبه مش بتاخد معانا لون خالص ولا من القاعده ولا من الوش. بجد ريحتها خطيرة جدا ودايبة ذوبان ما شاء الله اللهم بارك. عايزة اقول لكم هي مش زي اللي بنشتريها من بره، هي احلى بكتير. بجد ما فيش اي وجه مقارنة بينهم هما الاتنين، لان بتاعتنا بجد احلى بكتير قوي. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات ونفس التفاصيل اللي قلنا عليها، هتطلع معاكي مظبوطة جدا جدا. اوعدك ان شاء الله هتكوني استاذة فيها. جربوها يا بنات وربنا يحسن ما بين ايديكم، والف هنا وعافيه اللي يجربها، وكل سنه وانتم طيبين. بالمناسبه يا بنات الغريبه 3 مكونات وبس: الدقيق والسمنه والسكر وذره الملح. مش بنضيف ليها ولا نشا ولا بياض البيض ولا فانيليا ولا اي حاجه من دي خالص، مفيش اي مكونات تانية بنضيفها للغريبه غير ال3 مكونات دول. سهله وبسيطه جدا جدا وبدون اي تعقيد. جربوها يا بنات بنفس الخطوات ونفس التفاصيل دي، ان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه جدا، ولا بتبصم ولا بتشقق ولا فيها اي مشكله من المشكلات اللي ممكن تقابلك. وبس كده يا بنات الفيديو بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقه. لو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. متنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرك، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. ان شاء الله يا بنات هنتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير، هنكمل مع بعض ان شاء الله سلسله نواعم العيد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.